3 سنين وشهرين حبس في حق ليدي سمارة، عام ونص العفيفة، و3 سنين ونص الرمزي، و4 سنين ونص الخبيب. أحكام غير عادية جملة. وتجي تشوف اللي يبراكي ويسرق يشد شهرين كهو، واللي يغتصب يشد عام حبس، وهذا كان تشد من نصله. تيك الواحد بتريحة تسقطه تشد عام وشوية، وخلي عاد زيد تسرق البلاد وتعيث فيها فسادا وتهرب البرة وحتى حد ما يحاسبه. الحقيقة أنا من الأول فرحت بالقوانين الجديدة، وقلت اللي لازم منها باش ينقص شوية الهم والخمج اللي ولينا نشوفوا فيه في السوشيال ميديا. أما تمنيتهم يبداو يطبقوا فيه من ساعة اللي أعلنوا إنهم باش يبداو يعاقبوا على أي تجاوزات، مش يرجعوا الفيديوهات هابطة عندها 3 سنين. إن شاء الله الأحكام هذه ما تكونش نهائية، ونتصور إنها كبسة للشعب التونسي الكل، مش ما عادش تصير تجاوزات كما اللي كانت تصير. وإن شاء الله في أقرب وقت يا يجيهم عفو يا تولي لهم غرامة مالية. أما الحبس ماهوش الحل، على خاطر هكا باش تدمرهم وتدمر عائلات كاملة. إن شاء الله كلامنا يوصل للعباد اللي تاخذ في القرارات في البلاد، وإن شاء الله كل صناع المحتوى في تونس يقفوا مع بعضهم ويتكلموا باش نلقاو حل في القرارات اللي باش تضر برشا عباد كان باش يقعدوا يطبقوا فيهم على الفيديوهات القديمة. وربي يخلص وحلكم الكل، وربي يخفف عليكم وعلى عائلاتكم.